أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج نبض العاصمة. النهاردة فقرتنا مختلفة ومتنوعة، هنتكلم فيها عن قضية أثارت الجدل في الآونة الأخيرة، وهي باختصار إن في أمريكية اتهمت الفنان طارق ريحان بالنصب والاحتيال. إحنا كان دورنا في برنامج نبض العاصمة إن إحنا نفتح الملف ونتكلم فيه عن القضية. تعالوا في البداية نرحب بضيفنا داخل الاستوديو الدكتور أشرف عبد الخالق، المحامي بالنقد. دكتور، ازاي حضرتك، عامل ايه؟ اهلا وسهلا استاذ محمد. دكتور أشرف، احنا شايفين كتير من المواقع بيتكلموا عن القصة دي. ازاي فنان مشهور زي الأستاذ طارق ريحان يعمل حاجة زي كده، والكلام ده فعلا حقيقي ولا مش حقيقي؟ الاول يعمل كده او مش كده، هي طبعا بشريه بعيد عن فنان او غير فنان. النزعه الانسانيه والطبيعه البشريه بتغلب على اي انسان سواء فنان او غيره. لكن تم ده ازاي؟ من سنوات كتير كان الفنان طارق ريحان كان في امريكا واتقابل مع زوج موكلتنا، ودار ما بينهم كلام، وكان صار علاقة أو صداقة أو حوار أو إلى آخره. لكن تم بيع؟ مفيش بيع. السيدة دعت زوجة المرحوم، جت وكلت مكتبنا، عملنا محضر في الأستاذ طارق ريحان. المحضر بيحقق في نيابة أكتوبر. الإشكالية بتكمن في جزئية بسيطة خالص. الأستاذ طارق بيقول إن هو اشترى من مورث موكلتنا قطعة أرض في زمام المحلة 16 قيراط في قرية البنوان، ورفع دعوى صحة توقيع سنة 19 رقمها 2761 أول مدينة ناصر ضد عبد المجيد عبد الحميد إبراهيم البيالي. طيب، الدعوة سنة 2009، العقد اللي هو رفعه، لكن الدعوة سنة 19. المرحوم ما نزلش مصر أبدا من 2009 ولا قبل 2009. المرحوم اتوفى إلى رحمة مولاه في 10/6/19. الأستاذ طارق بعقد مزور زي ما موكلتي قالت، بعقد مزور تاني طالبناه. ده على مسؤوليتك يا دكتور أشرف، على مسؤولية حضرتك يا باشا، طالبناه بتقديم أصل العقد. فيها مشكلة النيابة وهنحقق في يا الموضوع باشا لسه ونشوف ايه اللي حصل. اتفضل. بص يا باشا، البينة على من ادعى واليمين على من انكر. جميل. احنا بنطالبك يا استاذ طارق بتقديم اصل العقد اللي معاك، ما بنقولش حاجه. حضرتك مش مزور، وحضرتك احسن واحد في الدنيا، قدم اصل العقد بس، واحنا نطعن عليه، والفيصل بيننا وبينك القضاء، بدون اي تخبيط وبدون اي مغالطات وبدون اي كلام. هو حضراتكم بالفعل قدمتوا محضر في نيابة الجيزة؟ المحضر يا باشا في اسم نيابة اكتوبر رقم 14792 لسنة 24. ده رقم المحضر. بنتهم فيه الاستاذ طارق بالتزوير. حضرتك بنطالبك بتقدم اصل عقد، وريني العقد اللي معاك وانا اطعن عليه، والفيصل بيني وبينك القضاء. دي ما فيش فيها حاجه. تمام. الشواهد بقى بتقول ان الاستاذ طارق عمل دعوى صحة توقيع اهيت ادى الدعوة، هنعرضه معانا على الشاشة. جميل. الاستاذ طارق تحصل على الحكم امتى؟ في شهر 6 2019، 29/6/19. طيب، ده الراجل ميت 10/6/19. يعني قصدي حضرتك ان بعد تاريخ الوفاة انت اعلنته ميت، ورفعت عليه دعوة ميت، واعلنته بالحكم ميت، ولا في توقيع على عقد ولا في اعلان، وكلها تواطؤ. احنا بنقول كلام او موكلتنا بتقول كلام، حضرتك بتقول الكلام ده ما حصلش. اطلع قدام المحكمة بورقك وقول انا ورقي سليم،
عقودي سليمه والفيصل بيننا وبينك المحكمه. ما قلناش حاجه. ما طيب يعني سؤال برضه يا دكتور اشرف، يعني الناس المشاهد هيسالوا ليه موكلتك لحد دلوقتي لسه فاكره ترفع قضيه؟ الموضوع بقاله سنين، ليه دلوقتي؟ هقول لحضرتك سيد الفاضل، السيده دعد زكي حسن سليم هي مواطنه مصريه معاها الجنسيه الامريكيه ومقيمه في لوس انجلوس. ما نزلتش مصر من اوائل الالفينات، يعني عايشه اصلا في امريكا، لا تعرف حاجه ولا لها علاقه بحاجه، هي ارضها وارض جوزها. لما عملوا اعلام الوراثه اهو اعلام وراثه اهو، هي الست وريثه عن زوجها هي واولادها، تمام، لهم املاك. فبعد ما الراجل توفى في 19 كانت هي في امريكا، بيشوفوا املاكهم لقوا في لغط وفي وجع دماغ وكلام كتير، وناس بتقول وناس بتعيد، وده لا ارضنا، لا ده بيتنا، لا ده فيلتنا، لا قصرنا، حاجات غريبه وفي منتهى الدهشه والغرابه. طيب اشوف بقى مين حقي فين وحق اولادي فين ودنيتي فين؟ يعني المقصد ان الست ما كانتش في مصر، كانت عايشه في امريكا، وزوجها ما كانش موجود. انت بقى اشتريته وبعت فين؟ اعلنته فين؟ خدت حكم ازاي؟ عقدك سليم ولا مش سليم؟ الدنيا دي مين اللي يفصل فيها؟ القضاء. أكيد. القضاء. وعلى فكره يا دكتور، انا كلمت الفنان طاهر ريحان على فكره ماشي. ووصلت معاه وشرحت له الموضوع، قال لك لا احنا دلوقتي الكلام ده عارف تماما من الصحه، وبالفعل هو هيروح النيابه وهيتم استجوابه في النيابه، فاحنا برضه هننتظر التحقيقات هتوصل لايه. يا باشا احنا في دوله قانون ولا في دوله غابه؟ في دوله قانون. انا ملتزم بالقانون كرجل قانون، وهو يجب ان ينصاع ويلتزم، والفيصل بيني وبينك المحكمه. طلع عقدك اهو، احنا بنقول حاجه غلط يا بيه، طلع عقدك وورين العقد وانا هطعن عليه، والفيصل بيني وبينك المحكمه. ما قلناش حاجه اكتر من كده. انت جميل خالص وحلو خالص والدنيا زي الفل، وريني عقدك. انا ما قلتش حاجه غلط، حقي وحق موكلتي اهو ان انا اشوف عقدك، وريني عقدك، وعقدك سليم خلاص. يعني يا دكتور حضرتك دلوقتي بدل موكلتك بتطلب ايه وبتطالب ايه من القضاء؟ احنا بنطالب بالعداله والانصاف. المحضر قيد التحقيقات نمثل امام النيابه العامه وامام المحكمه، والقول الفصل للقضاء بس. شكرا يا دكتور اشرف، تحياتي. شكرا. اعزائي المشاهدين، احنا كان لازم نفتح الملف، خاصه ان في الاونه الاخيره كان كتير من المواقع نشرت على السوشيال ميديا ان في سيده امريكيه بتتهم الفنان طاهر ريحان بالنصب والاحتيال، فكان لازم نفتح الملف. وبالفعل احنا تواصلنا برنامج نبض العاصمه مع الفنان طاهر ريحان، ونفى الواقعه لما كلمناه قال لك الكلام ده عارف من الصح، بس النيابه هي اللي هتاكد مين الجاني ومين المجني عليه. اعزائي المشاهدين، نلقاكم الاسبوع القادم على خير ان شاء الله.